سيجاره. مالي بقلبك مجال، حبني او حبي غيري، صرت في عمري خيال. تقبريني بس بسرعه. نحن على الهوا. عباس محمد اديني سيجاره. نحن على الهوا. ما بيهمني. اعطينا. ليه ما عم تطلعي فيي طيب؟ ما بيهمني لا انت ولا شيل الصورة. المنظر اللي حطيت له اياه. شيل الصورة. انا رح اعمل الممنوع وقلل قله الادب مثل قله الادب اللي انت عملتها. اخذت من وقتي لتعطي وحده طقاقه وقت. انت عرفتي شو بدي اسال عنها؟ ما مين قال لك انه انا اليوم عم كرمها؟ عم بتكرمها. مين قال انه عم كرمها؟ عم بتكرمها. اليوم لما وسائل الاعلام كلهم حكيوا عنها وانتقدوها، انا اليوم عبالي اسالك سؤال وعبالي تجاوبيني عليه. اليوم بدي فرجيكي فيديو انا وياك بدنا نرد عليه، بس جاوبيني. مزبوط بحقها في جلب واحضار لاحلام؟ فيك تشيل السيجاره بليز؟ لا الا ما شيلها لهي البقره. شو؟ الجاموسه هي شيلها. شيلها لهالجاموسه. شيل الجاموسه يا محلى السيجاره والحشيشه والكوكايين قدامها. شيلها هالجاموسه. ليه هالقد بتكرهيها؟ بحتقرها مش بكرهها، ما بكره حدا، بس بتزرزع لي بدني. ليه؟ اعتدت علي كثير. ليه؟ كيف؟ مريضة. كيف؟ مريضة حطوها بدار الصليب هيدي. أنا شفتها بعمل لها قتلة، يعني بتعرف شو دعوسها دعوسة. مش أنا ما يعني مش حقلل عقلي لها، يعني أنا بقتل رجال مش حريم، بس بكب لها حدا يدعوسها. اف مزبوط في جلب واحضار لإلها؟ إذا ما حضرت هالجلسة جلب واحضار. على أي أساس؟ على أساس أنا بتحتقر القضاء اللبناني. وبتقول إنه بشتري القضاء اللبناني. مثل ما قالت، مثل ما احتقرت القضاء الفرنسي وشتمته وقت شمس. ما بتعتبريها فنانة كبيرة؟ بس سؤال. ما بعتبرها شيء. بدك تطلع منها ولا برجع بحمل السيجارة؟ بدك تطلع من ريحتها؟ طيب. من هلا حسي ولا مرة بظن حسي الزريبة هون يعني. تفاه اصلا ريحتها بتقرب، جسمها ازرق. بيقولوا هيك اللي بيعملوا لها الميك اب قد ما بيدهنوا لها. قد ما عندها عقدة اللبنانية، بدها تكون مثلنا، لا بدها تكون مهفهفة مثل بشرتنا، وهي مش معروف اصلا من وين. نضال، إذا حدا صالحك أنت وياها. استاذة نضال. ست نضال. الست نضال الأحمدية. شو هيدا؟ جاوبيني. إذا اليوم صالحوكي مع بعضكم، بيجي نهار بتتصالحك، يا ما اتخانقتي أنت ونجوم. اليوم إذا تصالحتي أنت ونداء أنت مستحيل صالحها، سامحها. إذا صورتها بين إيديك، إذا باست إجري وإجر كل عائلتي الأحمدية من صالحها. شو هيدا الغضب؟ يعني إذا فاتت على الضيعة وباست إجر بإجر من بيت الأحمدية من بني أحمد صلح. فينا نعلق أنا وياكي على شيء؟ حطوا لنا الفيديو بليز. عبالي انه اول مره يمكن بتعلقي عليه، بس لانه انا بضحكني هيدا الفيديو. مع ساسو طبعا هذا كله جمال طبيعي. شفتوا؟ ما عليكم لما يسوون لي صور ويخربونها ويشوهون وجهي الجميل. مقهورين من الملكه، صح ولا لا ساسو؟ صح. لاف يو. لا بهالحالة عن جد بزعل. ليه؟ لأنه يعني يا ربي ما أتجبر على ناس هالقد حق مريضين. في عالم عم بيشوهوا لها صورها. هي ملكة، هي ملكة، ما بتشوفيها ملكة؟ أنا بشوف الملكة رانيا ملك. عيب بتقول عنها. طب شو الصفة اللي بتعطيها لأحلام؟ ماشي قلت لك وحده من زرقة. ما بعرفها. بتعرف اني انا ما بعرفها. مرة شايفتها. كيف بتعرفي؟ مرة توصلت الصلح وتدخلت روتانا وناس مهمين،
فتعشينا ببيت محايد لا عندها ولا عندي يعني. هاي المرة الوحيدة ما بعرفها، وأنا هي كل حقد علي لأني رفضت قبلها. هيدا صار هو اسمه الحقد؟ أسمر وحياة ابني الوحيد. وحياة ابني الوحيد، بس هو كان الله يسامحه هو ما قصده، فاتح سبيكر فون عم بيحكيني بدك تقابلي أحلام. قلت له مين أحلام؟ قال لي أحلام الإماراتية. قلت له أستاذ ما بعرف، اوعى تكون فتح سبيكر فون. سكر ورفع. حقدت علي من وقتها وبدأت تشن الحملات. أنا فعلا ما بعرفها. طب دقي اعتذري منه انت. فشرت برقبتها، ليش بدي دقات؟ ما انت ما بعرفها. بتعرفيها لاحلام لك ما كفنانة؟ بعرف، أنا بعرف محمد عبده بالخليج. ما بعرف أحلام وحيد، يعني عم بحكيك من 10 سنين ما كنت بعرفها، والله ما كنت مزبوط. في بعرفها. فيديو منشور على اليوتيوب بيقول انه انت من الاشخاص اللي كنت عم تبعتي لها اشخاص يلحقوها بالمطار، وين ما تروح وين ما تجي. ليك أنا بقول لك على الهوا، مم. إذا بعد بتعمل أحلام هيك مش ببعت لحدا يلحقوها هون بلبنان، ببعت لحدا يلحقوها everywhere وين ما بتتحرك بالعالم، وبخليها تشوف المر اللي يعني اللي تحلم بالموت، بس تسكر تمها، لأنه نضال الأحمدية ما بتعمل شيء من ورا لورا. نحن مش غدارين، نحن بالوجه بنعمل، نحن جدعان. الشجاعة منبت جدودنا وأرضنا، ما بنوقف بقفا حدا وبنبعت له حدا. هيدي وحدة يعني عندها انحطاط أخلاقي لدرجة إنه بتكذب ولك بتعيط على جوزها، ولك بتقول له تبزق بوجه جوزها. كيف عرفتي؟ ليش سميته شربت الخرج؟ كل الاستديوهات بيعرفوا اللي بتشتغل فيهم. هيدي مرة ما بتحترم حدا، بتشتغل خادمة عند حدا، تقعد تطبخ له لحتى تاخد رضا سرميته، كتير دنيئة. فبتعتبر الآخرين بيشبهوها، يعني هي ما عندها ثقافة إنه في حدا كبير محترم، ما بتفهم فيهم، ما بتعرف فيهم، لهيك مش كتير لازم نلومها، لهيك بقول لازم تنحط بمعتقل للعلاج. بعدك تحكي بأحلام، خلي كل الحلقة عن أحلام. طابق مفتوح، لا تحاكيني عالإخلاص، يلي بيته من بلور ما بيرمي لحجار الناس. شيلوا شيل الصورة ولا الغنية؟ شيلها لهيدي الخدمة عند قطر، خدمة عن سرمية أصغر واحد بقطر، شيلها أولا. حقها ربع ساعة، حقها ربع ساعة. ثالثا طب هيدا الحكي مش غلط؟ هي كل حقدها على القضية، على السوري، على الشعب السوري كله، لأنه رامي لكح ما دفع لها قد ما بدها، بس رجع أعطاها عقد كرمال تقبل تسجل الأغنية للمقاومة الوطنية، وفرضت جوزها أنه يكون مخرج. ما بعرف إذا وقتها قبلوه أو ما قبلوه. 4 أنا بيتي من سنديان وأرز، أنت بيتك معروف وين يا أنا الحرب اللبنانية 15 سنة، لا لك عم بحكي 15 سنة الحرب اللبنانية عشتها، ما تركنا أرضنا دقيقة. أنت وين قاعدة؟ وما في نعرف ليه لحد لهالحد بس أنا بيتي، ولك بيي شهيد، وأمي بطلة، وإخواتي أشراف، أشرف من راسك وتاج راسك واللي خلفوكي، واللي أنت قولي لي ليه سميتي ابنك خالد؟ مش لأنك قبضتي عليه من الشيخ خالد بن محفوظ؟ ليه ما سميتيه مصطفى اسم بيك وحياة بابا؟ ليه ما سميتيه بشار وانت كنت تبوسي جزمته لبشار؟ بدك تكوني تعتدي على كرامات الناس. ست نضال الأحمدية ليه حكيت 1 بالمليون من طب اللي بس ليه من اللي هالقد عندي. الحقد؟ مش حاقدة. سؤال، شو عم بيصير؟ شو عم بيصير؟ هيدا رد اعتبار للاشياء اللي عم بتقولن عني بس، والناس ما بتصدقها، بس انا عم بقول هيدا الشيء لانه الناس حتصدقني وحتنتبه. الناس بتعرفهم، بس وفي اشياء ما بتعرفهم، حتى ينتبهوا انه مين هي حقيقتها. مين هي؟ بتقول معروف انا ثمني قد ايه. قولي يا يا عمي شو عم بحكي انا كلمه؟ بدي وقف هوا. اكيد انا بدي وقف، وانا بدي اقول للمشاهدين انا اللي قلت وقف. انا بدي اخطب. لا انا اللي بدي قلت وقف. بتشيل
حبيبي هاي الكلمة ما بتليق فيي، يعني انت استفزتني لدرجة اني نسيت حالي على الهوا. ما بدي اقولن هالكلمات، ما بيسووا، ما بيسووا ابدا. شيل كلمه يعني كمان يعني انت ما فيك تستغل الغضب اللي جواتي والزعل لحظة، لدرجة اني بقدر هي وغيرها في كتار مثل قد ما اضطهدت وقد ما ظلموني وقد ما اعتدوا علي وقد ما اندفع لهم لحتى يركبوا علي خبريات ومحاولات اغتيال ابشع من اغتيال الجسد. صدقني محاولات اغتيال يا ما تعذبت، يا ما نمت عم ببكي وبعدي بنام عم ببكي احيانا من وراهم. انت عم تستغل هيدا الضعف اللي جواتي والالم والجروح، جروح متقرحه. انا حطيت صوره. يا ما علي، ما تبرئ حالك وتعمل مثلهم. انا جواتي معمل، هيدا هو. تعرف العمل في تقيح أوكي. للجروح اللي جواتي. ايه. جاي انت عم بتحط الابره فيهم. طب خسرني عشان ما خليه، عشان ما كمل. خسرني ابدا ما بخسر. خسرني، رباح هالساعه على الهوا وخسرني لابد الابدين. عشان ما اخسرك اكثر من هيك على ما يبدو، لانه لفرجيكي شو بعد في قصص عندي هون. ما بقى انا رح اعتذر من كل المشاهدين، رح اختم الحلقه لهون وتصبحوا على الف خير. شكرا لك ضل احمد.